مايا صبحي، المرأة المثيرة للجدل، المرأة الغامضة. الست دي حواليها علامات استفهام كتير وعلامات تعجب أكتر، وبرضه اتقال عنها شوية نظريات. تعالوا ندردش فيها مع بعض. في 3 يناير سنة 2013 طلعت سيدة أربعينية على شاشة قناة النهار مع الإعلامي رحمة الله عليه إبراهيم حجازي، وده بعد ما قدمت نفسها لمدينة الإنتاج الإعلامي على إنها دكتورة في الفيزياء ومتخصصة في شؤون الماسونية. وفي 12 حلقة كاملين بتتخطى الساعة ونص، كل حلقة منهم طرحت شوية معلومات كفيلة إن هي تخلي أي حد في الوقت ده إن هو يدخل في حيرة أو يضحك ويضرب كف على كف ويقول لك الست دي مجنونة. خلصت مايا صبحي ال 12 حلقة دول وهوب، فص ملح وداب، وانقلبت بقى الدنيا في مصر وفي العالم العربي، وبلاد شالتنا وسنين حطتنا والعالم اتورط في همومه وفي اللي بيحصل في كل سنة جديدة. بس ابتدت بوادر حقيقية من كلام الست دي يتحقق على أرض الواقع سنة ورا سنة، والأحداث اللي قالت إن هي مترتب لحدوثها من ورا منظمات بتدير الأغراض الشيطانية تنتشر وتظهر للعلن، وحصلت بشكل مفزع ومتتالي. بدأت بقى ساعتها ناس كتير من اللي شافوا الحلقات أو كان عندهم علم بمايا صبحي تقول لك استنى بقى، الست دي ما كانتش جاية بتهزي ولا طالعة تتسلى على قناة فضائية ولا حتى طالعة علشان الشهرة، والدليل إن هي ما ظهرتش تاني على أي قناة، أو بمعنى أدق ممكن نقول إن هي اختفت. طبعا سريعا كده الست دي قالت كلام كتير جدا، وده باين حتى من عدد الحلقات اللي هم 12 حلقة ومليانين بغرايب ومعلومات عجيبة جدا. بس من أهم اللي اتحقق عندك مثلا من كلامها وهي قضية تشريب الشذوذ شرب في كل مسلسل وفيلم وفي الأنشطة الرياضية، ولدرجة ما هتوصل للكرتون نفسه. وطبعا بالنسبة للأنشطة الرياضية كان عندك مثال ألمانيا واللي عملته في كأس العالم في 22، وخد عندك بقى الأوبئة وحالات الاختفاء الغريبة وظهور الأطباق الطايرة ورموز الماسونية والحروب وغيره. احنا بقى بنسأل عنها هي فين أو هي مين، وانا مش جاي بس جاوبك لان مملكش اجابه موثوق من صحتها او عندي غيب، وعلم الغيب لله وحده. انا جاي اخمن واحط اسئله تفكر فيها معايا وتقول لي وجهه نظرك مش اكتر. علشان كده سؤالي الاول الا وهو، احنا عارفين ان قناه النهار في التوقيت ده كانت في اوج نسب المشاهده المرتفعه، لكن الغريب ان في كل البرامج اللي كانت ماليه القناه يختاروا استاذ ابراهيم حجازي اللي يقدم برنامج رياضي لمناقشه دكتوره فيزياء. معلش يا جماعة، ركزوا بس معايا كده. هل انتوا شايفين ان واحدة طالعة تتكلم في معلومات قوية بالشكل ده لما القناة تطلعها تختار مذيع ماهوش الأفضل في تقديم فقرة حوارية صعبة زي دي؟ أو هل من الطبيعي إن هي تطلع في برنامج رياضي ولا تطلع في برنامج بيهتم بالقضايا العامة والإنسانية؟ منطقيا إن اختيار البرنامج والمذيع يكون غير كده، وده مش عيب في شخصه ابدا الله يرحمه، لكن انا شايف ان موضوع الحلقة والشخص نفسه كان مناسب لنوعية برامج تانية خالص لا تمت لبرنامج رياضي بصلة، حتى ولو كانت نسبة مشاهدته عالية. باختصار لان كان في برامج تانية على نفس القناة نسب مشاهدتها اعلى. وده بقى بيخليني عايز اجابة من مالك قناة النهار او الادارة بتاعتها، هل انتوا اللي اخترتوا للدكتورة البرنامج ولا كنتوا عاملينها كفقرة تجريبية علشان تشوفوا نمط الكلام والموضوع اللي هي بتعرضه فبتقدموه مثلا في برنامج رياضي كفقرة كده صغيرة ولقيتوا الموضوع جد فكملتم؟ ولا ان الامر اصلا اتعرض على مذيعين تانيين مثلا ورفضوا اصلا استضافتها ايا كان سبب رفضهم؟ في الحقيقة ده سؤال كنت حابب اسمع اجابته بعد اكتر من 9 سنين من اي شخص في القناة دي. في كلامنا عن مايا صبحي دايما هيخرج اللي يقول اشمعنى مايا صبحي اللي ممكن يتم اغتيالها او خطفها؟ ما في ناس كتير قبلها قالت اغلب المعلومات اللي هي قالتها، وناس كتبت بيها كتب كمان، وعندك منهم مثلا دكتور مصطفى محمود الله يرحمه. بس في نقطة الناس اللي بتقول كده غفلان عنها شوية، وهي ان الكلام ده صحيح متقال قبل كده، لكن الفرق في آلية انتشاره. بمعنى ان مش كل الناس قراء، ومش كل القراء عندهم القدرة على استيعاب الكتب اللي بتتكلم عن امور معقدة زي الماسونية.
والدليل على كده في وقتنا الحالي حتى في انتشار الكتب المسموعة، في ناس كتير قوي ما بتستوعبش بعض الكتب بشكل كافي من قراءتها، لكن بتوصل لها المعلومات أكتر لو سمعت الكلام مسموع، وهي حبذا لو كان مشروع. ودي بقى النقطة اللي احنا بنتكلم عنها. مايا صبحي طلعت على شاشة شرحت أمور معقدة ببساطة وبالأدلة، وصدقني الميديا انتشارها أوسع بكتير من الكتب في المواضيع اللي بتشبه المواضيع دي. وعندك بقى يا سيدي من ايه اللي حصل وايه اللي جرى. كل اللي نعرفه ان الست دي 12 حلقة بتقول معلومات حصلت، وبتقول معلومات ما نعرفش جابتها او عرفتها ازاي اصلا، زي مثلا هرم خوفو وحقيقته ان هو كان مولد للطاقة، وان في بوابات لكائنات جوف الارض في اماكن فيه، وان اليهود مستنيين ان هم لما يرجعوا لمصر يرجعوا حجر محدد في مكانه ويعبروا من الهرم للعالم الاخر، وزي كلامها مثلا عن ان سيدنا ادم ليس اول الجنس البشري، واللي الحقيقه من الحاجات اللي معرفتش اصدقها خالص، لان ببساطه كده ابونا ادم هو اول البشر. بس تخلص ال 12 حلقه وبخ اختفت وكانها ظهرت علشان تحضر الحلقات دي وبعدين تتمحي من الوجود خالص. علشان كده ننتقل دلوقتي للسؤال الاكبر واللي تحته اسئله تانية، الا وهو مين هي مايا صبحي؟ النظريه الاولى: مدلسه، كاذبة، مدعية. دي أول نظرية طلعت لتفسير ظهور واختفاء الست دي. ناس قالت إن هي مش دكتورة أصلا، وإن كل كلامها ده مش حقيقي، بس هي صدفت معاها وحصلت بعض الحاجات اللي هي قالتها صدفة مش أكتر، واستدلوا على ده بإن هي ما ظهرتش تاني علشان مثلا ما تتفضحش أو ما يتقبضش عليها أو ما تنكشفش، ومثلا معهد البحوث يطلع ويكذبها، وكمان لأن هي قالت حاجات غريبة مفيش أي سند عليها، زي مثلا حوار الهرم والحجر والكلام ده. طبعا النظرية دي فيها ثغرات كتير بتثبت عدم صحتها. أولا إن الست دي دخلت مدينة الإنتاج الإعلامي وطلعت على شاشة قناة معروفة، مش قناة من بير السلم يعني، ومن المنطقي إن مفيش قناة هتطلعها إلا وهي متأكدة من صفاتها العلمية، ابتداء من شيء بيثبت صفاتها الشخصية، والسؤال عنها كمان للمختصين اللي تابعين للقناة. ده هما يا جماعة مش طبيعي إن واحدة تطلع تقول مثلا أنا دكتورة فيزياء وطلع أتكلم وأقول معلومات تعتبر مصيبة على الشاشة وهيطلعوها كده بدون ما يعرفوا كويس هي مين ويتأكدوا من صفتها. الشيء التاني طول الحلقات اللي عملتها ليه محدش طلع يكذبها من المختصين؟ الوسط العلمي ومعاهد البحوث فين؟ هل من المنطقي برضو إن واحدة مثلا بتضحك على الناس ل 12 حلقة وبتقول كوارث وسايبينها كده؟ وغير كل ده لو افترضنا ان هي مدلسة، الواضح في الحوار قد ايه استاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه كان بيعمل لها تشتت رهيب كفيل انه يفصل اي شخص عن الموضوع اللي بيقدمه، واللي شاف الحلقات هيلاحظ كده كويس. والراجل ده يا عيني اخد شتيمة ما يعلم بها الا ربنا، وانا واحد من ضمن الناس اللي كانت هتطق من اسلوبه في الحوار معاه. ما هو انا شفت الحلقات والحلقات معاه كاملة كمان، ورغم كده كانت بتتكلم بتسلسل وترتيب وتركيز شديد لساعات وبدون غلطة واحدة، وده في حد ذاته غريب. وللعلم لو واحدة حتى متدربة أعلى تدريب وحافظة الكلام ده من رابع المستحيلات قدام حجم التشتت ده إن هي تكون بالتركيز ده، مستحيل. نظرية رقم 2: تم اغتيالها. رغم إن هي النظرية الأشمل والأكثر تصديقا إلا إن فيها ثغرات برضه. أولها الصمت المجهول اللي حوالين الست دي، بمعنى إن فين أهلها؟ فين زمايلها؟ فين جيرانها؟ هل يعقل إن واحدة تطلع على شاشة تلفزيون ومفيش فران حتى بتشتري منه العيش يتعرف عليها ويقول لك والله ده أنا كنت ببيع لها عيش؟ مفيش كوافيرة مثلا تقول لك والله دي كانت بتجيلي؟ مفيش تلميذ أو زميل يقول لك والله ده احنا كنا حتى بنعمل البحث الفلاني مع بعض؟ يا سيدي صاحب سوبر ماركت ولا حد خبط فيها بالصدفة ولا يقول لك عنها أي معلومة؟ لو افترضنا إن تم إسكات أهلها أو قتلهم معاها، فمش منطقي إن مفيش جار قديم أو صديق جامعة أو عامل اتعاملت معاها اتعرف عليها مثلا وقال لك أنا أعرف عنها أي حاجة. الشيء التاني إن مفيش أي معلومات عنها خالص. تخيل إن حد طلع واتكلم وقال كلام مهم جدا ومنصبه مهم جدا، وفي نفس الوقت ما تلاقيش ليه أي صفحة على فيسبوك، تويتر، أو حتى فيديو قديم أو رقم تليفون شخص ما تعرفش حتى أبسط المعلومات عنه أو مين اللي شاركوه في البحث أو حتى مين رئيسه حتى في البحوث دي. والشيء الثالث بقى في ثغرات في النظرية دي،
ان لو مثلا في جهة عايزة تغتالها، هل من المنطقي ان هي تغتالها بعد تسجيل 12 حلقة كاملة مش قبل كده؟ يعني الطبيعي ان لو واحدة هتطلع تقول كلام مثلا يفضحني ويفضح اغراضي، اكيد هقرر امنعها من الظهور او هقتلها بعد الحلقة الاولى او التانية بالكتير. مش هسيبها 12 حلقة تقول كل حاجة عني وتعري اهدافي ومخططاتي وبعدين اقول لها يلا تعالي بقى اما اقتلك عشان انت فضحتني. ولو حد افترض ان الحلقات اتسجلت كلها واتعرضت فجأة، فهل معقول برضه ان واحدة في موقعها وفي معلوماتها متسابة كده ومش عليها العين لدرجة ان هي تخدع الجهات اللي بتحاول ان هي تتحكم في العالم؟ نظرية رقم 3، ان هي عدو. النظرية الثالثة نظرية العدو اللي تم زرعه بأيدي دولة معادية، بمعنى صريح إن هي تبع دولة تانية بعتتها علشان تعمل الحلقات دي لكذا هدف. أولهم زرع معلومات خاطئة بين معلومات صح علشان تشربها للناس في كاس واحد من غير ما يميزوا. تاني شيء لتفعيل قانون الجذب بوعي الناس، بمعنى جزء كبير من المهتمين بعلوم الطاقة بيأيدوا إن في شيء اسمه الجذب. يعني لو أمنت إنك مثلا هتبقى مليونير بعد 10 سنين، ظنك ده هيجذب ليك الثروة حسب ترددات خاصة. ولو ظنيت إن النهاردة الصبح هتحصل لك لا قدر الله مصيبة مثلا وأنت رايح الشغل، ظنك ده هيجذب ليك المصيبة فعلا إن هي تحصل على أرض الواقع. طيب ده علاقته إيه بالموضوع؟ تعال نفهم مع بعض. النظرية ديت قايمة على إن الست دي تقول لك المعلومات دي من باب السرد وبس، والناس كل ما تسمع وتصدق أكتر بدون ما يحسوا هيجذبوا الأمور دي إن هي تتحقق حسب تردداتهم الخاصة دي. وطبعا ده بعد ما يحصل ويتحقق تبتدي بقى الناس كمان تصدق إن الست دي فظيعة، وكمان يصدقوا إن الماسونيين أو المتنورين دول لا يقهروا، وإن الحاجات أهي بتحصل سواء بقى الناس قاومت أو ما قاومتش هيعملوا اللي هم عاوزينه برضه. وبكده النظرية تحقق حاجتين: تفعيل قانون الجذب لأهداف المتنورين، وهز ثقة الناس في نفسهم وفي دينهم وفي قدراتهم، فمش هيقاوموا كتير. النظرية رقم 4، حدوتة تخوف. مايا صبحي قالت معلومات غريبة من الصعب إن حد يعرفها، ظهرت واختفت بدون أي أثر، وكأنها خرجت لل 12 حلقة دول وعادت من حيث ما أتت. مفيش معلومات عنها، مفيش أهل ليه، مفيش أي جهة وضحت حقيقتها. أغلب اللي قالته اتحقق، معلومات مترتبة ومتسلسلة وواضحة. كل دي أسباب تخلي عدد من الناس يتحول فكرهم إنها مش إنسانة أصلا. طيب يسأل هنا واحد ويقول لي ماذا لو كانت الست اللي خرجت تتكلم عن سكان جوف الأرض هي واحدة منهم أصلا، أو إن هي جنية حبت تنقذ البشرية والأرض من مخطط الماسونية؟ هرد عليك وأقول لك على فكرة أنا مش معارض النظرية دي، لأن دماغي بتقبل التخمين ده رغم صعوبة الفرضية. شيء أم أبيت هي نظرية ورد، والأسباب كتير، وأحب أفكرك إن هي من ضمن كلامها إن من سكان جوف الأرض أجناس بشرية، يعني مش كلهم جن، وإن الأجناس البشرية دي مختلفة بعض الشيء عن الإنسان العادي لكن مش فروق فظيعة، وإن كمان بيعرفوا يتكلموا لغات كتير. ومن أهم اللي قالته عنهم كمان إن هم عاملين معاهدة مع أمريكا بعدم ضرب أي صواريخ في قارة أنتاركتيكا اللي فيها فتح على علمهم، وكمان هم مش راضيين عن الحروب اللي بيحضر لها الماسون لأن هي بتهدد جوف الأرض وبتهدد حياتهم هم كمان. فماذا لو إن أحد الشعوب دي بقى قرر يبعت لك رسالة تحذير؟ وخلي بالك أنت بتتعامل مع مخلوقات ذكية تقدر تكتشف المساحة المناسبة والدولة المناسبة اللي تطلع على شاشتها وتتكلم وبرضه تنسحب في الوقت المناسب. طيب هل أنا مصدق؟ أنا كأحمد مثلا مصدق؟ أقول لك يا سيدي إن أنا محايد. أنا بشوف الحلقة الأولى بحس إن شكلها يعني متغير حاجة بسيطة كده عن الحلقات اللي بعدها. طب تسألني يا أحمد متغير إزاي؟ أقول لك معرفش والله، بس مجرد ما بشوف الحلقات بحس إن في تغيير طفيف كده، طفيف خالص في شكلها، وممكن يكون المكياج أو الوهم في عيني، لكن يعني دي رؤيتي وده إحساسي. لكن فعليا هل هي مرسلة من كائنات أخرى؟ يجوز أو لا يجوز. صدقنا أنا دماغي بتحتمل النظريات الأربعة بثغراتهم. وخليني بقى أقول لك يا سيدي في النهاية إن الست دي لو طلعت في يوم تاني كده، طلعت مرة تانية، هنفهم إيه اللي حصل، وهنرجع للفيديوهات اللي الفيديو ده واحد منها والمقالات اللي بتتكلم عنها،
ونضحك ونقول يا ترى الخيال عايز مننا ايه بس، او نقول ان الست دي فعلا عندها حق. وفي نهاية الفيديو احب اعرف تفسيراتكم والنظرية الاقرب للتصديق، وايه وجه اعتراضكم على اللي انا عرضته في الحلقة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم احمد حمدي.